شلون إيكاردي صنع أشهر صحفي رياضي بالعالم. فابريزيو رومانو أشهر صحفي بعالم كرة القدم. بس تتوقعون شلون بلش؟ القصة كلها بلشت من لاعب واحد وهو ماورو إيكاردي. بعمر 17 سنة فابريزيو كان صحفي هاوي يكتب بموقع صغير. فجأة جاء اتصال من شخص له علاقة بأكاديمية برشلونة، قال له عندي لك خبر حصري، إيكاردي راح يطلع من الأكاديمية وراح يروح السامبدوريا. فابريزيو هو الوحيد اللي نشر الخبر وبالأخير صار، وكان هذا أول انتقال ينشره فابريزيو بحياته. ورا سنتين نفس الشخص اتصل على فابريزيو قال له إيكاردي راح يطلع من سامبدوريا وراح ينتقل للإنتر ميلان. فابريزيو نشر الصفقة قبل 6 شهور من لما تصير، والإعلام كله انصدم، ومن هناك اسم فابريزيو بلش يلمع ودخل سكاي سبورت وصار عنده علاقات ويا أندية ووكلاء لاعبين ولاعبين. بس فابريزيو ما وقف هيك، استغل الانستغرام والتويتر وصار يقول جملة ماكو أحد يباوع كرة قدم ما يعرف. Here we go, the agreement is done. اليوم فابريزيو مو بس صحفي، صار علامة تجارية بحد ذاتها. كل هذا بلش من صفقة إيكاردي.